العزوة حلو، العزوة حلوة برضه ما شاء الله. 4 رجالة الله أكبر. 5 وخميس. بقول لكم إيه؟ عمكم عبد الوهاب أخوي. ايوه عارفين. كان بيسافر طبعا ومعاه ما شاء الله فلوس وعنده بهايم وعماير ودنيا ايوه وما بيخلفش. ده من كرم ربنا إنه ما بيخلفش. عشان لو خلف حتة عيل هياخد مني الورث. هياخد الورث. مش هنلحقنا حاجة. أنا عايز ألم اللي عنده كله. فأنا عايزكم تروحوا هناك وتعملوا بقى إيه؟ بصوا تعايروه في الرايحة وجاية كده. إيه عايروه؟ هو كده ما بيخلفش. وإيه عدوا كده يقولوا له إيه؟ ولادك عاملين إيش يا عم؟ عايروه كده. اجي اقول له يا عم ابو أنا عايز يتقهر عشان يموت. ما هو لو اتقهر من الكلام هيموت. غير كده كمان لازم تعملوا الكلام ده. بصوا كل يوم عشان خاطر حاجة واحدة بس. سمعت إنه عايز يتجوز عشان يخلف. يبقى انتوا لما تقهروه حرام عليك كده يا ابوي، احنا اللي هناخد الورث. صح كده. حرام عليك كده يا ابوي، ده مهما كان اخوك برضه مهما كان. حرام عليا. ايوه حرام عليك يا ابوي، ما تسمعش كلامه، ده عيل اهبل. جدع انت يا انت حبيب ابوك. انت حبيب ابوك. اسكت انت. اسكت يا اخوي. اسكت. ايه بدل ما تطلع لك ب 100,000 يطلع لك بمليون. ايه اهم شيء انا عايز بكره الاقيهم بيقولوا ده الحاج وهبه مات. الحق اخوك الحاج وهبه مات. ناخد الورث ايوه قبل ما يلحق يتجوز ويجيبها تجيب له الواء. انا عاوز عنز. هجيب لك العنز. حد فيكم عايز حاجه تانية؟ انا عايز العجل. وانت العجل. وانا عايز عربيه. بس كده من عينيا طب نقي حاجه على القد. لا يا عربيه. ده انت عربيه يعني. خلاص يا عم والله ما هزعلك. هجيب لك عربيه بس بجحش. هجيب لك عربيه بجحش. هي على قدك حلو. لا انا عايز عربيه. ما هي عربيه بجحش وباربع عجلات. عايز عربيه مرسيدس. ما هي في جحش بمرسيدس. ما هو المرسيدس بتاعها الجحش. حاجه بقى انا مبدئيا كده هجيب لك عربيه بجحش. بس كل ما تجن فيه اكتر وتقهر فيه الموديل بتاع العربيه يتجدد. يعني مره عربيه بجحش، مره عربيه اللي هي معاها الفرس دي، مره عربيه سوزوكي، مره عربيه ميكروباص، مره ملاك. وكده جنوه بقول لك شوف ماشي جنوه عشان العربيه. لما تجيب العربيه بركبني معاك. وانت ما تروح معه. لا يا بابا مش هروح معاه، مش هروح. عارف انت عيل لبط الطبيعي تطلب مني جنيه. السلام عليكم. اهلا ازيك يا حبيبي؟ احنا جايين نقعد معاك شويه. اقعد يا محمد تعال. اقعد تعال. بقول لك مش قربت تجيب العيال كده؟ عيالش يا ابني. يا اخي ده احنا نسينا انه ما بيخلفش. لا اله الا الله. انت مين اللي لكم الكلام ده؟ يلا يا عم نقوم نمشي. ما بخلفش. مين اللي قال لي عرف ايه الحاجات يا عم دي؟ ابو ما ينقص كده وهات لنا عيل كده. حتى انت التاني حتى انت خد يلا خد يا عم عبد الله عرف. جاي عيد ميلاد النهارده، قبل ولادك بقى لما يعمل لك. يا ابني حرام عليك هتجنن انت واخواتك يا ابني. يا ابني مش عندك نشفه. ينشف ريقك يا بعيد. ينشف ريقك يا بعيد بحاجه النبي. الله عرف. يا ابني حرام عليكم يا ابني. يا ابني بقول ابوكم اللي عامل ده كله. لما تجيب عيل تبقى تديله دي. ده انا هديها يا لابوك. اخويا اما يجيب عيل يبدها. امشي يا جزم انت اهو. مشكلة الناس ان هي فاكرة ان النعمة فلوس، وما كانش فلوس تبقى خلف، وما كانش خلفة يا صبيان يا بنات. اللي خلفته بنات مش عاج، واللي خلفته صبيان مش عاج، واللي معاش فلوس مش عاج، واللي معاه فلوس مش عاج، ومحدش عاجبه حاله خالص. لا حول ولا قوة الا بالله. بقى اخويا عايز يقهرني عشان خاطر ما بخلفش. حاك عليا يعني كله بسبب ابويا. حاك عليا كله بسبب ابويا. انت حبيبي يا عم عبد الوهاب، ابويا غلطان. شفت يا ابني؟ شوف عشان انا ما بخلفش يا اخي. يمكن ربنا عاطيني نعمه احسن من نعمه الخلف. يمكن ربنا عاطيني ريحه الباء. هيفضل الطمع في حجاج لحد ما يموت. هيفضل طماع والله العظيم ما هيملى عينه الا التراب ده. هو البني ادم الطماع والله العظيم ما بيملى عينه الا التراب ده. هو التراب ده هو اللي في الاخر هيملى عين. عايز بعت عياله بدل ما يقولوا روحوا مع عمكم واعملهم، وانا كان عينيا ليكم. هو كله هيروح فين؟ ما كله كان هيبقى لكم انتوا. لو اعمل ايش انا دلوقتي؟ عايز يورثني بالحياه، عايز يقهرني. انت اللي معك هنا. قوم شوف. قوم يلا ودي الباقي مع اخواتك. امشي. انت سبب ده كله ده. يا اخي اتقي الله يا اخي. يا اخي انت اتقي ماسك لي الله. لله. ماسك لك دولاش. طب والله العظيم يا حجاج لك بالوش للبهايم والمعيز وما هتاخد حاجه. غور يا حجاج غور.
غور يا حاجه خلصت الكوالح بتاعت ده. امشي يا اخي امشي والله العظيم اكتب له الجديان الورث ده وما هتاخد منه جنيه.